تعالوا اوريكم بعمل ازاي الليمون كيك زي اللي بتاكلوها بره بالظبط. مش هتصدقوا ان انتوا عاملينها في البيت من كتر حلاوتها. في بول هننخل الدقيق والبيكنج باودر والملح ونقلبهم مع بعض كويس ونسيبهم على جنب. وبعدين في الخلاط هنحط السكر، بنستعمل سكر عادي، ونحط معاه قشر ليمون ونضربهم مع بعض كويس قوي. الخطوة دي بتخلي الليمون بيطلع طعمه في السكر، فبيفرق قوي في الطعم. تضربوا السكر مع قشر الليمون كويس قوي لحد ما السكر يبقى لونه اصفر فاتح، وتكونوا مسيحين الزبدة وبعدين تحطوها على السكر ده وتقلبوهم مع بعض كويس. بعد كده تحطوا البيض واحدة واحدة وتقلبوا كويس، وتحطوا كمان معاه الفانيلا وتحطوا الساور كريم وتحطوا اللبن، وكل ده يتقلب مع بعض كويس قوي. تعصروا بقى ليمون فريش على الميكستشر ده وتقلبوهم كويس قوي. وبعدين تاخدوا الدراي انجريدينتس اللي عملناهم في الاول اللي هي الدقيق والبيكنج باودر والملح وتحطوهم مع الخليط ده وتقلبوا كويس قوي قوي بالمعلقه زي ما انتوا شايفين لحد ما تبقوش شايفين خالص اي دقيق. تكونوا بقى مجهزين صينيه فيها بارشمنت بيبر وتحطوا فيها خليط الكيك. الفرن يكون متسخن اوريدي على درجه حراره 350 فahrenheit اللي هي 180. الكيكه هتاخد حوالي ساعه الا ربع، ممكن ازيد شويه. هتعرفوا ان هي خلصت لما تدخلوا التوث بيك تطلع نظيفه. لما تطلعوا بقى الكيكه تحطوها على راك وتسيبوها لحد ما تبرد. مين وايل بقى وهي بتبرد هنعمل الايسنج اللي يتحط عليها. علشان نعمل الايسنج هنستخدم سكر بودره بس تكونوا نخلينه عشان ما يبقاش فيه اي كلاكيع، وتحطوا عليه ليمون، عصير ليمون، وتحطوا عليه لبن وزبدة سايحة ورشة ملح وفانيليا. تقلبوا كل ده مع بعضه كويس قوي وتحطوه بقى على الكيكة بعد ما تبرد وتنجوي احلى ليمون كيك. يا جماعة طعمها حلو جدا. انا ما كنتش قوي بيك فان اوف ليمون كيكس بس بجد طعمها حلو. جربوها وقولوا لي رأيكم، وما تنسوش تعملهم سيف علشان تعرفوا ترجعوا لها تاني بسهولة. بالهنا والشفا.